سلام بنات، لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الموديل ديال اليوم هو هذا الكيمينو اونصومبل اللي كيجي كيمونو ديالها قصير ومفتوح هكذا في الجناب، كيجي كروازي وكيجيب الحزيمات على برا والحزام من داخل. وبالنسبه للبنات الكول ديالو راه كول في، ولكن ما غاديش يكون بالبيي، غادي يكون بالسجف الداخلي. اول حاجه كناخذوا الورق ديال الكباري ديالنا وغادي نطويو على جوج كما كتشوفوا، وغادي كناخذوا ورق الباترون ديالنا وغنطويو على جوج كما كتشوفوا. وهنا البنات غنحدوا الخط اللي غادي ناخذوا عليه العبارات. بالنسبه للعباره البنات اللي غناخذوا هو طاي ستوندار كتلبس جميع لي طاي، يعني غناخذوا الكتف ديالنا اللي هو 20 سنتيم وغنزيدوا ميله الكتف 14 سنتيم، يعني توتال 34 سنتيم هي اللي غادي نحددوا هنايا البنات. ومن بعد غادي نهبطوا ب5 سنتيم كما كتشوفوا. بالنسبه لدوره العنق البنات راه هي 9 سنتيم، وطراسينا الكتف ديالنا كما كنقول لكم. هنايا راني خديت حددت الاطار اللي غادي نخدم فيه هو 34 سنتيم. هنا البنات غادي نهبط ب 26 سنتيم في الكتف البنات، وخاصها تكون هنايا زاويه قائمه، ضروري البنات زاويه قائمه. وغنحدد النقطه ديال 26 سنتيم كما كتشوفوا. وبالنسبه للطول البنات راه كيبقى اختياري، ولكن هنا راه 80 سنتيم كافيه في الطول، كنحددوا الطول ديالنا 80 سنتيم. وغادي نلاقي الاطار ديالي اللي هو 34 سنتيم، يعني 34 سنتيم هو اللي خدينا في الاول، يعني 20 سنتيم ديال الكتف زائد ميلان الكتف اللي هو 14 سنتيم. وغادي نلاقي النقط ديال ما بين فم الكم والاسفل ديال الجلاي كما كتشوفوا ب 34 سنتيم. هذا هو الاطار اللي غادي نخدموا به هذا الموديل. بالنسبه للظهر هو هذا البنات، وبالنسبه للكول البنات راه هو 9 سنتيم وهبطنا ب3 سنتيم وطراتينا دوران العنق كما كتشوفوا. هنا البنات راني ساليت الكباري ديال الجهه الخلفيه راه ساهله البنات. هذا الطاي ستوندار البنات الاكس ال كيلبس جميع لي طاي البنات. طاي ستوندار حيت الكتاف كيكون فيه طايح وكيلبس جميع المقاسات. هنا كنقطعوا الكباري ديالنا ديال الخلف وغناخذوا قطعه واحده اخرى او التوب كما خدمتوا على التوب او على الورق ديال الكباري. هنا البنات غادي نحطوا طويو كما شفنا الورق على جوج اللي غادي نخدموا فيه هذا الكباري ديالنا. وغنحسب من الجهه المفتوحه غنحسب 8 سنتيم كما كتشوفوا، غنطراسيها بهذه الطريقه هذه 8 سنتيم البنات من الجهه المفتوحه كما كتشوفوا. الورق راه مطوي او الثوب مطوي على جوج، الجهه المفتوحه كنطراسيو 8 سنتيم وكنشدوا الخلف اللي خدمناه وكنحطوه على داك الخط ديال 8 سنتيم بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. وغادي نعاود نطراسي ميلان الكتف والكباري كامل، يعني الطول والكتف والجناب البنات. هنا كنحدد البنات الكباري على الخلف كما كتشوفوا، وحنا زايدين داك 8 سنتيم في الجهه ديال الكروازمون. هذيك 8 سنتيم البنات راها ديال الكروازمون. هنا غادي نحدد الموديل ديالي، هو بدا كيبان. غادي نطراسي الموديل ديالي كما كتشوفوا. وهنا غنبين لكم الطراساج اللي طراسيت عليه باش ما نبغوا نقطعوا يبان لينا الكباري مزيان. كاين اللي كيقول لي الكباري، كاين اللي كيقول لي الباترون البنات، راه بحال بحال. بالنسبه للكتف البنات هنا غادي نقطعوها البنات. بالنسبه للعنق البنات راه كل في ديال كروازي هنا غادي يكون 40 سنتيم، يعني غنوصلوا حتى الحزام تقريبا 40 سنتيم. وغادي نطراسي 40 سنتيم ديالي هنايا جات، وغادي نرسم خط مائل يعني باش يجيني الكول هكا كول في الكروازمون. يعني من فتحة العنق غادي نرسم خط حتى لديك 40 سنتيم، يعني كيجي ديك 40 سنتيم البنات تقريبا كتجي في الحزام كما كتشوفوا في الصوره. راه الحزام كاين دوك الخيوطه او الاحزمه الاشرطه ديال الكيمونو. بالنسبه للطول البنات هنا نتوما كتحكموا فيه، بغيتو طويل كتزيدوا الطول، بغيتو تقصروا كتزيدوا تقصروا، كيبقى اختياري هنايا. حتى بالنسبه للكسوه الطويله اللي خارجه درجه الموضه حتى هي كيمونو بهذه الطريقه دي طويله، راه بنفس الطريقه غادي تخدموها غير في التحت. غتزيدوا في الايفازي مثلا غديروا 40 سنتيم باش تجيكم ايفازي من تحت وما تعذبكمش في المشيه. هنا كنقطعوا الموديل ديالنا الامامي كما كتشوفوا. هذا هي النتيجه اللي حصلنا عليها. جوج ديال الامام هكا كيجيو مكروازين بهذه الطريقه هذه. وهنا كنكونوا حصلنا على الخلف هكذا،
والامام بجوج جوايب، بجوج بهم هكذا كيجيو كروازي. كما كتشوفوا راه الطريقه سهله وبسيطه البنات باش تقدروا تخدموا هذا الموديل. هذا داير ضجه وطلبوا عليه البنات، قول ما فيها باس نخدموا معكم طريقه سهله وبسيطه. هنا البنات غادي ناخذ قطعه طويه على جوج البنات توب او الورق، وغادي نطويهم بهذه الطريقه ديال الجهه المشدوده من الاعلى، وغادي نطراسي فتحه ديال الكتف. يعني هنايا طراسينا 26، غنطراسي 26 من جهه ديال الكتف او الفم الكم. وهنا البنات غادي نكمل الطول ديال تريكو او ديال هاد لاشيميز هادي. غنحدد الطول بما اننا درنا الكتف 20 سنتيم وزدنا ب 14، يعني هذيك 14 كنقصها من الطول ديال الكم، داكشي اللي بقى لي كنزيدو. انا هنا درت 44 سنتيم البنات، حيت باش ما يجينيش الطول كيجيش الكم ديال او عفوا الطول ديالكم كيجي طويل. هنايا البنات فم الكم راني درت 24 سنتيم ولاقيت النقاط. كما كنقول لكم الطول ديالكم نتوما اللي كتحددوه، يعني كتنقصوا ديك 14 سنتيم من الطول ديالكم وكتكملوا. وهنا بنات راني كملت لكم وغادي نقطعوا بهذه الطريقه هذه. كما كتشوفوا انا راه حددت فيه 44، يعني كديروا الطول ديالكم نتوما كيجي بحال هكذا البنات. هذا البنات هذا الكم هذا راه ما كيكونش فيه ديك الباندا. نتوما الا بغيتو ديروا الباندا راه غادي تصاوبوا الباندا تنقصوها من الكم وطوها على جوج وديروها. هذا موديل سامبل اللي داير ضجه هو هذا، ومن بعد غنعاود نصاوب لكم موديل واحد اخر فيه موديلات بزاف. بالنسبه لهنا البنات راه غنديروا السجف ديال الامام حتى هو. كنطول الورق ديالنا على جوج، كنجيب الامام بهذه الطريقه هذه كنحطو من جهه مطويه على جوج، وغادي نحدد الكتف 7 سنتيم وغنطراسي ديك ميانان ديال العنق كما كتشوفوا الفي. ومن تحت البنات بما ان درنا كروازمون 8 سنتيم غنزيدوها 2 سنتيم، شحال ما درتو في الكروازي كتزيدوا 2 سنتيم. وغادي نطراسي الخط على حسب الطول. وهنايا البنات كندخل من الجهه ديال الحزام حتى هو كندخل هنايا 10 سنتيم، كندير نقطه وكنلاقي النقاط، ومن فوق كنلاقيها مع ديك 7 سنتيم اللي درت في الكتف هكذا البنات. يعني كندخل ب10 ونطلع ب10 في الحزام، وكنكمل من فوق الكتف ب7 سنتيم وكنقطع هاد السجف ديال الامام بهاد الطريقه هذه. بالنسبه للامام البنات كاين اللي كيدير سجف بهاد الطريقه، كاين اللي كيدير بي او شريط، كل واحد البنات شنو كيدير. كاين اللي كاينين خارجي اللي كيديروا فيهم باندا هابطه من الفوق حتى لتحت كتخدم بوحدها. المهم بزاف الاشكال البنات. هذا الموديل هذا فيه سجف كيجي على هذا الشكل هكذا. من كملنا السجف ديال الامام البنات، هنا غندوزو نخدمو السجف ديال الخلف هو بنفس الطريقه. كنطوي قطعه على جوج وكنحط الجهه ديال الخلف بحال الطريقه هذه، الجهه المسدوده. ونفس العبار اللي خدينا في داك السجف من الاعلى 7 سنتيم هو نفسه اللي غناخذو من السجف ديال هذا الخلف، باش من نلاقيوهم بحال هكذا في الخياطه ما يجيناش مخالفين ولا يجي واحد طويل واحد قصير. ضروري ديك السجف باش من يتلاقى يعطينا واحد جماليه واحد لافينيسيون زوينه. خاص يكونوا نفس العبار اللي درتي في داك السجف من الفوق هو نفسه اللي غديري في السجف ديال الدار، باش من نبغيو نخيطوهم يجيو قد قد. هنا كنطراسي ديك 7 سنتيم وكنكمل الدوره ديالي. وهذا هو السجف. بالنسبه للاشرطه البنات راني وجدت جوج اشرطه، الطول ديالهم 80 سنتيم والعرض ديالهم 7 سنتيم حيت غنطويهم على جوج. وبالنسبه للاشرطه الصغار البنات حتى هما كنديروا جوج ديال الاشرطه، الطول ديالهم تقريبا 25 سنتيم والعرض ديالهم 4 سنتيم باش يتطواو على جوج. يعني بالنسبه للاشرطه كيكونوا جوج طوال 80 سنتيم والعرض ديالهم 7. وبالنسبه لجوج ديال الاشرطه الصغار اللي كيكونوا داخل كيكون العرض ديالهم 4 سنتيم والطول ديالهم 25 سنتيم. يعني انا وجدت الاشرطه هنايا البنات. الاشرطه البنات راه انا كنطوهم على جوج وكنخشيو سنتيم من هنا وكنخيطوهم، او كتجمعوهم بالخياطه وكتقلبوهم وتصلحوهم. يعني كما درت لهم ماشي مشكل. يعني بهذه الطريقه هذه كتجمع سنتيم من هنا ومن الجهه الثانيه سنتيم وكطويهم في الوسط هكذا وكتسدوها وكتخيطوها عادي. يعني اي طريقه درتيها راه غادي تخرج لك الباندا، ولا كتطويها على جوج وتخيطها وتقلبيها. المهم كما درتي، المهم اشرطه كتصاوبوها وكتصلحوها باش كتزيد تعطي الشكل ولا فورم ديالها. يعني هاد الاشرطه البنات نتوما اللي كتحكموا فيها. وبالنسبه للبنات هاد الموديل هذا كما قلت لكم راه كيتخدم بزاف ديال الطرق. يعني كاين اللي كيكون في بهذه الطريقه هذه وكيكون فيه سجف، وكاين اللي كتكون فيه باندا جايه من الاعلى حتى الاسفل. الباندا كتخدم بوحدها وكتلصق فيه
هكذا على برا كتكملي بها الخياطه. وكاين اللي كيدير البيي على الدوره كامله او شريط من نفس الثوب، يعني كتطوي وكديري به البيي. بالنسبه للاشرطه البنات حنا هيا وجدناها كامله، خيطناها وطويناها كما تشوفوا. كنصلحوها، انا كنوريكم في الطلاق وكنوريكم حتى الخياطه. يعني الموديل راه ساهل البنات، ما فيه حتى شي تعقيدات. واخا تكوني عمرك ما وصلتي غادي تفصليه بعينك مغمضين. وبالنسبه كنتمنى البنت اللي طلبت مني هذا الموديل تكون كتشوف هذا الفيديو هذا ان شاء الله. ولو وصلتوا حتى لهنا وانتم كتشاهدوا الفيديو البنات، ما تنسونيش باللايك وبتعليق محفز. ولا كنت اول مره كتشوفوا القناه ديروا لي اشتراك وبارطاجي الفيديو الا شفتوه كيستحق انه يتبارطاجا ويستافدوا منه البنات، علاش لا. من بعد البنات هنايا حنا وجدنا كل شيء. دابا غادي ندوزو الطريقه ديال الخياطه البنات. بالنسبه لهنايا راه السجاف ديالنا كيجي بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا، يعني كيجي عبار فوق هذاك الخلف كما كتشوفوا. انا غادي ندوزو دابا وغادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي نخيطوا السجاف الامامي البنات. راه ساهله البنات. كناخذوا الامام البنات كما كتشوفوا. اول حاجه البنات كنديروها كنشدوا هذا الامام ديالنا، الوجه ديالو هو هذا، وغادي نشدوا داك الشريط الطويل واحد فيهم وكنلصقوه بهذه الطريقه هذه. كنجيو ديك النقطه ديال 40 سنتيم وكنحطوا داك الشريط ومن هنايا وكنثبتوه بالخياطه بحال هكذا، يعني باش ما يعذبكمش في الخياطه. كتثبتوه هو الاول، وعاد كتجيبوا السجف ديالو، يعني الوجه على الوجه البنات. حنا هنا باقيين خدامين في الوجه، كلشي كنديروا على الوجه. كنسدوا السجف وكنحطوا الوجه على الوجه ديال الامام، وغادي نخيطوه بهذه الطريقه دابا ندوزو عليه بسنتيم ديال الخياطه من الاسفل او من الاعلى ماشي مشكل. كندوزو عليه بسنتيم ديال الخياطه. ومن بعد البنات عاد انا غادي نحاول نثبتو لكم بلي زيبانكل باش يبان لكم كيفاش غادي تخيط وكيفاش غادي تقلب. ضروري البنات كنخدموا على الوجه هنا. من بعد ما كيتخيط البنات كما كتشوفوا غادي نقلبوه هكذا البنات، يعني كتقلب الخياطه من داخل بهذه الطريقه هذه. وانتم البنات سورجوا الثوب كامل، ديروا ليه السورجي باش عاد تخدموا بهذه الطريقه هذه باش يجيكم مفيني. وملي كنقلبوا هذاك هو الشكل النهائي ديالو كيجي مفيني الامام كامل. نفس الطريقه نديروا الجهه الثانيه، غير هو ما غاديش نلصقوا الشريط طويل، غادي نلصقوا الشريط اللي هو قصير. بنفس الطريقه غادي نثبتوه في ديك 40 سنتيم وغادي نحطوا السجاف ديالي ودائما الوجه على الوجه، وغادي نخيطوا على بعد سنتيم ديال الخياطه دوره كامله من الاعلى حتى الاسفل بهذه الطريقه هذه. وغادي نخيطوا وغادي نقلبوه كما كتشوفوا، يعني انا عاد كنقلبوا باش تبان لكم نتوما حتى الطريقه ديال الخياطه تعرفوا كيفاش دايره. يعني كتقلبوها البنات من بعد ما كتخيطوه بسنتيم ديال الخياطه كيجي على هذا الشكل هكذا البنات. يعني البنات نتوما حاولوا ديروا السرجي ديال الثوب كامل وعاد خدموا هذه الطريقه هذه باش ملي تقلبوه وديروا هذا الخياطه يجيكم فيني من داخل. وهذا هو الشكل النهائي ديالو. واحد كيجي فيه شريط طويل، واحد كيجي فيه شريط قصير. وبالنسبه لهنا البنات راه كنديروا خياطه فوق هذاك السجاف، كندوزو بواحد برشباط او سنتيم ديال الخياطه ديال فوق هذا السجاف هذا باش كيعطينا شكل وكيعطينا كنثبتوه بالخياطه. هنا البنات من كما كتشوفوا الخط الاحمر راه هو داك السنتيم ديال الخياطه اللي دوزناه من فوق داك السجاف، اما سنتيم ولا نص سنتيم اللي يعجبكم. كما كتشوفوا كما الخط الاحمر هو الخياطه البنات. باش يبان لكم راني درت لكم بالاحمر باش يبان لكم راه كاينه الخياطه من الاعلى اللي كتزيد تثبت هذاك السجاف مع الامام. كنحطوا البنات من بعد ما كنثبتوا هذاك الشرائط العكسيه ديال واحد قصير واحد طويل في هذاك الظهر، كنحطوا الامام بهذه الطريقه هذه فوق بعضياتهم، وكنجيبوا السجاف ديالنا ديال الخلف كما كتشوفوا وغادي نخيطوه بهذه الطريقه هذه البنات. يعني حتى هو كنحطو فوق داك الامام وكنخيط من الكتف وكنكمل الدوره ديالي حتى كنوصل للكتف الثاني بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. يعني كنخيط على الظهر ديال الموديل. ومن بعد البنات كنركب الاكمام بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا، وغادي نخيط الجوانب من الاكمام حتى الاسفل. وهذه هي النتيجه كيبان لكم كنخيطوها البنات كيبان لكم بهذه الطريقه هذه. وهكذا من بعد البنات ملي كنساليو حنا كنقلبوه وكنديروا له لوغلي من الاسفل ديال الكيمونو، وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالو. كاين الحزام الطويل كيتلاقى مع الحزام الطويل والقصير من داخل مع القصير، وهذا هو الشكل النهائي ديالو. ضروري ديك الخياطه البنات كدوز من الاعلى. وحتى بالنسبه للسجاف ديال الخلفي حتى هو راه كندوزو به خياطه باش كيجي مفيني وعطرنا. وشكرا للمشاهده والى اللقاء فيديو جاي ان شاء الله. ما تنسونيش بتعليقاتكم وشكرا.